الطاجين قد ما هو بسيط وساهل والمكونات ديالو بسيطة قد ما هو لذيذ وما غاديش تشبعوا منه. في الطاجين على نار اللي تكون مهيلة كناخدو زيت الزيتون مع تومة محكوكة، كنخليوها تشحر شوية وكنزيدو مطيشة اللي نكونو قشرناها وقطعناها على شكل دوائر بهاد الطريقة كيف ما كتشوفوا معايا. تقدروا تحكوها ولكن بهاد الطريقة كتجي مطيشة زوينة ما كيمشيش الجهد ديالها. غادي نزيدو ليها قزبر ومعدنوس مقطعين. بالنسبة للعطرية عندنا التحميرة شوية ديال القزبر، آه سكنجبير، الملحة والبزار. غادي نخلطو كلشي مزيان وغادي نسدو عليه ونخليوه حتى طيح مطيشة، وكنحاولوا نهرسوها بحال هكا. تقدروا تستعملوا هاد الاداة اولا تستعملوا فرشيطة وتحاولوا تمعكوها مزيان. بهاد الطريقة راه كتجي لذيذة وسهلة، وكما قلت لكم الا بغيتو تحكوها فممكن. من بعد غادي نضيفو جلبانة اللي نكونوا سلقناها مزيان مع شوية ديال الملح، وغادي نحركو كلشي مزيان ونخليوهم يطيبوا تقريبا شي 5 دقائق ما كاملاش. كيف ما كتشوفوا معايا الطاجين ديالنا ولا معلك وطاب الجلبانة مع مطيشة. من بعد غادي نضيفو البيض اللي خلطته في زلافة وكنسدو عليه ونخليوه حتى يطيب مزيان ونطفيو عليه. الطاجين بسيط بزاف ولكن راه كيجي لذيذ، فيه واحد البنة ديال البساطة، كيجي بنين بزاف. كنتمنى تجربوه، الا كنتو عمركم ما جربتوه جربوه وردوا عليا في الكومونتير كيفاش جاكم، مع واحد الرشيشة ديال الكمون وبالصحة والراحة. وإلا كنتو أول مرة كتكتشفوا القناة ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد.